السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لايك وشير وسبسكرايب في قناتي وفعلوا الجرس، ويا ريت تكتبوا كومنت حلو وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. النهارده هنعمل كيكه التايجر بطريقه حلوه جدا، وطعمها بجد حلو جدا جدا. شكلها يجنن وكل الاولاد بيموتوا عليها اصلا، ككبار او صغيرين. بجد حلوه جدا وبسيطه وسهله، ومكوناتها كلها موجوده في كل بيت. ربنا يحسن من بين ايديكم ان شاء الله. ويلا نبدأ، نسمي بسم الله ونصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحضر الكيك. أول حاجة هنا عندي 4 بيضة بدرجة حرارة الغرفة. أنا هستخدم هنا عندي العجان. هبدأ إن أنا أحط ال4 بيضة كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هحط عليهم كوباية من السكر. الكوباية بتاعة السكر دي وليكن مثلا كوباية 300 جرام. وأحط معلقة صغيرة من الفانيليا، عشان أنا هنا مستخدمة 4 بيضة فهحط معلقة صغيرة كبيرة. وممكن تستخدمي 4 ظروف من الفانيليا. وهبدأ بقى ان انا اشغل العجين كده، اضربهم كده كويس جدا مع بعضيهم، البيض والسكر، لحد ما الاقي السكر ان هو داب تماما، وكمان البيض يعني هش كده معانا وبقى لونه فاتح. كمان اتضرب كويس جدا مع السكر. طبعا انا بشغل العجان على سرعة هادية خالص، مش اعلى سرعة، عشان يعني يضربه كويس. ممكن لو مش عندك عجان استخدمي المضرب الكهرباء، او استخدمي الخلاط عادي، مش مشكلة سواء ده او ده، الاتنين يصلحوا يعني وعادي يعني. تمام. هنا كان عندي البيض ما شاء الله تمام وداب كده مع السكر وكل حاجة. ضفت عليهم كوباية من الزيت، وهضيف عليهم كوباية من اللبن، لبن ساقع عادي مش سخن ولا اي حاجة. تمام. وهحط بقى العجان تاني، وهبدأ ان انا اشغله على الخليط لحد ما يختلطوا ويتمزج الخليط تماما مع بعضيهم. لا، زي ما انتوا شايفين كده يفضلوا يدوبوا مع بعض كده كويس، كل حاجة تتمزج مع بعضيها. هشغل بقى على سرعة اعلى بقى، اعلى سرعة في العجان. بعد كده هدي العجان، وبرضه هكذا نشغل اعلى سرعة لحد ما يعملوا فوم كده زي ما انتوا شايفين كده، يبقوا مطلعة فقاعات كده. تمام. بعد كده اضيف عليهم كوباية من الدقيق، وكيس كيك شيف او بيكنج باودر، وهضيف عليهم ذرة من الملح. انا بفضل في الكيك عامة بحب استخدم الكيك شيف، بيخلي الكيكة عندي حلوة ما شاء الله وجميلة، وبجد بيبقى هشة جدا كده وقوامها حلو جدا. ما تنسوش تحطوا معلقة صغيرة من الخل، او نص معلقة صغيرة من الخل كمحسن، وكمان يمنع اي زفارة. انا نسيت احطها معاكم، بس انا حاططها في الخليط يعني. تمام. حاططها في الخليط المائي اكتر. تمام. يعني مع السكر ومع البيض والفانيليا والحاجات دي وبعد ما ضفت الزيت واللبن ضفت الخل. حطيت كوباية من الدقيق تاني، لان هي هنا استخدمت كوبايتين من الدقيق. حطيت كوبايتين، الكوبايتين يعني بكمية 250 جرام. كده الخليط ما شاء الله زي الفل معايا وحلو جدا جدا. هاخد كوباية واحدة كده من الخليط بمقدار 250 جرام، وهبدأ ان انا هشيله على جنب، هقول لكم هنعمل بايه. وهنزل كل الخليط زي ما انتوا شايفين كده في بولة. الخليط تحفة بجد، خطير جدا جدا. وشايفين قوامه عامل ازاي، بجد حلو جدا. هو ده قوام الكيكة وما شاء الله حلو قوي. تمام. بس كده هبدأ بقى البولة دي هركنها على جنب كده، وهستخدم الكوباية اللي احنا عملناها دي، شلناها كده. هقول لكم هنحطها في بولة تاني، وهضيف في البولة دي وليكن معلقتين كبار من الكاكاو او معلقتين صغيرين من الكاكاو. وهضيف عليهم كبشة صغيرة خالص من اللبن، يعني بمقدار 4 معالق كبار من اللبن. تمام. وهضيف الكاكاو كده زي ما انتوا شايفين يعني انا بستخدم المعالق المعيارية. لو لو المعلقة العادية يبقى كوبايتين، معلقتين قصدي، معلش، مساح معلقتين كبار. لو الكوباية المعيارية المعلقة نفسها تبقى معلقة واحدة. تمام.
بس حطيتها كده ودوبتهم كويس جدا مع بعضيهم علشان الكاكاو يبقى مختلط وما يكونش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة، والقوام نفس قوام يعني الفانيليا بتاعتها، تمام، اللون الفانيليا. وهجيب بقى الصينية بتاعتي او الطارة او القالب اللي انا هحط فيه، ويكون بطاناه كده بالدقيق كويس جدا. هبدأ ان انا انزل الخليط السائل اللي هو بالفانيليا الاول، هنزله كده زي ما انتم شايفين كله. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اضيف الخليط اللي هو بالشوكولاتة او الكاكاو كعرق كده زي ما انتم شايفين بالكوباية، واحطه كده زي ما انتم شايفين. بصوا انا بحطه ازاي، بحطه كده حاجة بسيطة خالص. بعد كده هنجيب خلة اسنان او خلة بتاع الشيش طاووق او اي حاجة، وهبدأ بقى ان انا ايه، نعمل زي فاصل كده عشان يبقى في يعني في النص كده طالع منه اللون الشوكولاتة او اللون اللي هو بطعم الكاكاو ده. بصوا تعملوها كده وتوزعوها بالراحة خالص. وبعد كده اهم حاجة نفرغ برضو الهوا منها، اهم حاجة تفرغي الهوا كويس جدا علشان ايه ما يبقاش الكيكة مطلعة معاكي فراغات او اي حاجة. بصوا متنسوش بقى الكومنت وجربوها واكتبوا لي كومنتات طلعت معاكم عامله ازاي. بجد هي المقادير دي يعني بصوا بالظبط، يعني ما شاء الله حلوه جدا جدا، وبعملها على طول للاولاد، بجد حلوه جدا جدا. والمقادير دي مظبوطه خالص، تقدري تعمليها في اي وقت، ضيف جالك او اي حاجه. بصي في السريع العاجل، سريعه جدا جدا، وتقدري تعمليها زي ما قلت لكم في الخلاط، فيعني سهله جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده خلصت، انا وزعتها كده، بس طبعا مش هيبقى كده الشكل النهائي، لسه هنظبطها يعني. بصوا كده كده زي الفل. هجيب بقى ايه الخلة، انا جبت الخلة وعملتها كده يعني، مشيت حواليها، بس للأسف المقطع ده ما جاش في الفيديو مش عارفة ليه. كده انا خرجتها، دخلتها الفرن، قعدت بالظبط 45 دقيقة وخدت لون من فوق، وقطعتها بعد ما بردت خالص، ودي الشكل بتاعها النهائي. طبعا انا زي ما انتوا شايفين لما عملتها بالخله كده، فالكاكاو نزل في النص كده. بصوا عامله زي قسمه كده، فشكلها حلو جدا. عكس طبعا ما تسيبيه كده من فوق بس. انا طبعا المقطع ده ما جاش، الكاميرا فصلت، فحقكم عليا. جربوها ان شاء الله تعجبكم مع كوبايه شاي كده او كوبايه نسكافيه او كوبايه لبن. في الشتاء تدفي، بجد خطيره. ممكن تحطيها للاولاد في اللانش بوكس برضو، بجد حلوه، تنفعك في فطار وفي عشاء كده، سهله وسريعه وخفيفه. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.